الإنترنت عالم كبير جدا ومليان بالغموض، وفي حوادث كتير حصلت لناس ما كانش ليها أي تفسير. كل ده كان موجود على النت، وكمان في منظمات مجهولة بدأت على الإنترنت وفضلت مستمرة لحد الآن. في فيديو النهاردة هنتكلم عن ألغاز الإنترنت اللي ما كانش ليها أي تفسير. بس قبل ما نبدأ ياريت تعملوا لايك وتشتركوا بالقناة لأن ده بيفرق معايا جدا. رجل الأحلام، أي حد بيستخدم النت لفترة طويلة أو من زمان أكيد شاف الصورة دي قدامه. بس الصورة دي وراها قصة غريبة. الراجل اللي في الصورة ده قالوا عليه رجل الأحلام لأن في عدد كبير من الناس شافوا الراجل ده في أحلامهم، وكان بيديهم نصايح، وكمان كان بيقول لهم كلام غريب عن أحداث هتحصل لهم. بس القصة بتاعته منين بدأت أو مين اللي عرفه ووصف شكله بالدقة دي؟ القصة بتبدأ في سنة 2006 لما كان في بنت مريضة راحت لدكتور نفسي في مدينة نيويورك، وفي أحد الجلسات البنت قالت للدكتور إن هي بتشوف شخص بيجيلها في أحلامها، وبتكمل وبتقول إن الراجل ده بيديها أفكار جديدة وبيديها نصايح علشان تكمل حياتها وتحسن منها، مع إنها متأكدة إن ما شافتش الراجل ده في حياتها خالص ولا تعاملت معاه في الحقيقة. فالدكتور طلب منها إن هي ترسم سكتش صغير للصورة دي علشان يتخيل معاها شكل الراجل، ففعلا عملت كده. فالدكتور خد الصورة وركنها على المكتب وخلى المريضة تخرج وكتب لها على العلاج، ودخل من وراها مريضة تانية. بس الغريب إن المريضة التانية أول ما دخلت وشافت الصورة فضلت تصرخ، وبدأ يقول له إن الراجل ده بيظهر في أحلامه، والراجل ده مرعب، والراجل ده خطير، وبقى يقول عليه كلام كتير غريب. فالدكتور استغرب وما بقاش فاهم أي حاجة. فالصورة من هنا بدأت في الانتشار لأن الدكتور عمل بحث كبير وعرض الصورة على مرضى كتير جدا وعلى ناس كمان ما عندهمش أي أمراض، ومعظم الناس أكدت إن هم شافوا فعلا الراجل ده واتعاملوا معاه في أحلامهم مش في الحقيقة. وبعد ما الصورة انتشرت على الإنترنت ناس كتيرة بدأت تعلق وتقول إن هي فعلا شافت الراجل ده وتعاملت معاه في أحلامهم. وأنا حابب أعرف رأيكم، هل أنتوا فعلا شفتوا الراجل ده ولا دي شخصية غريبة وقصة أول مرة تسمعوها؟ لغز سكيدا 3301. اللغز ده من أعقد الألغاز اللي ممكن تتخيلها في حياتك، لأن اللغز مش معروف تفسيره ولا معروف مين اللي عمله أصلا. لأن في سنة 2012 في شخص مجهول نزل صورة على الإنترنت وكان فيها رسالة، ومحتوى الرسالة بيقول: أهلا، إحنا بندور على ناس أذكياء علشان يشتغلوا معانا، وعلشان نعرف إنك أنت ذكي أو لأ لازم تحل اللغز اللي في الصورة علشان تقدر توصل لنا، وللتسهيل في لغز جوه الصورة هو ده اللي هيقدر يوصلك لينا، وإحنا متحمسين جدا للأذكياء اللي هتقدر توجدنا، ونتمنى لكم كلكم حظ سعيد 3301. الرسالة ممكن تقول إن ده شخص بيهزر أو بيلعب، وفي ناس كتيرة فعلا قالوا إن ده ممكن يكون شخص مجهول بيلعب عادي. بس لما في ناس بحثت في الصورة لقوا في رسائل موجودة وشفرات جوه الكود بتاع الصورة ذات نفسها، والشفرات صعب جدا إن أي حد أصلا يحلها لأن أرقام ورموز مش مفهوم إيه مصدرها ولا مفهوم تتجمع إزاي. بس في مجموعة قرروا إن هم يحلوا اللغز، وفعلا قدروا إن هم يحلوا جزء منه، وكل ما بيحلوا جزء بيظهر لهم جزء تاني وبيبتدوا يكملوا على نفس المنهج لحد ما قدروا يحلوه ووصلوا لرقم غريب فاتصلوا بيه. وأول ما اتصلوا بيه الرقم قال لهم الرسالة دي اللي هتسمعوها دلوقتي. Very good. You have done well. There are 3 prime numbers associated with the original final .jpeg image. 3301 is one of them. You will have to find the other 2. Multiply all 3 of these numbers together and add a .com on the end to find the next step. Good luck. Goodbye. فالشخص اتأكد إن دي منظمة كبيرة ومش بس موجودة في بلد واحدة، دي موجودة في جميع أنحاء العالم. ومن هنا بدأوا الناس تقتنع إن سكيدا ده مش شخص واحد ودي منظمة كبيرة. At each location was a poster with a cicada symbol and a QR code. On the bike shelter over here. See, I got it right there. Oh. You can see the corners, as you say. والسبب ما الناس دي بتدور على ناس عباقرة علشان تشتغل معاهم، بس تشتغل في ايه ويشتغل صالح مين ده اللي مش معروف. ومنظمة سكيدا اتعرفت بصورة الحشرة اللي قدامكم دي، واسم سكيدا في الواقع ده اسم لاتيني ومعناها حشرة إزيز، وده اللي موجود في شعار سكيدا، وده من أغرب الحشرات اللي موجودة على كوكب الأرض.
لأن هي تقريبا عايشة في كل بلاد العالم وما بتطلعش غير في وقت محدد وفي سنة معينة. والعلماء بيقولوا إن حشرة سكيدا بتطلع مرة واحدة كل 13 أو 17 سنة، ونفس الشيء ده اللي بيحصل مع منظمة سكيدا، بتطلع كل فترة وتحط لغز جديد علشان الناس تحله. وفي سنة 2014 نزلوا لغز ليهم، وده يعتبر آخر لغز، واللغز ده كان صعب جدا ومعقد، ولحد الآن محدش قدر يحل اللغز ده. وبرغم إن في مئات من الناس حاولوا إن هم يحلوه لكن معرفوش، وبعض الناس فعلا كانوا مقربين للحل لكن محدش قدر إن هو يحله. ولحد دلوقتي محدش يعرف مين الأشخاص اللي ورا سكيدا أو المنظمة دي تابعة لشركة إيه أو دولة إيه. وبعض النظريات بتقول إن سكيدا منظمة موجودة على الديب ويب وتابعة لقراصنة النت، وبيقولوا إن منظمة سكيدا ممكن تكون عاملة زي شركة جوجل، بتحب تجمع في ناس بس بطريقة خفية، والألغاز دي علشان يجمعوا أفضل المبرمجين علشان يكونوا معاهم في الشركة. ولحد دلوقتي كل اللي نعرفه عن سكيدا ده مجرد نظريات مش أكتر، لأن مفيش أي شيء مؤكد. ولهنا يكون وصلنا نهاية الفيديو. ما تنسوش لو المحتوى ده عجبكم تشتركوا بالقناة، ودي فيديوهات تانية أنا برشحها لكم. وما تنسوش تصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام، وسلامات.